متواضعه بسيطه جدا جدا، ما كانش فيها غير مشاعر الحب والدفء والحراره اللي كانت موجوده، ودي اللي خلت زي ما بيقولوا يعني بعض الدموع تنزل يعني، ومش مني انا بس، من الكثيرين يعني. فعشان كده يا رب دايما الروح المحبه والود ده يبقى موجود دايما بيننا وبين بعض، بغض النظر عن كاعلاميين، بغض النظر عن المدربين، بغض النظر عن اللعيبه. هي ديت الروح الحلوه اللي المفروض تبقى موجوده حتى من خلال الجماهير كمان. اول لما دمعت حسن، اول لما دمعت من حضرتك دمعت هي كمان طبعا في تواصل بيني وبينها، وعارفه ان في، لان احنا مرينا بلحظات صعبه بالامانه، صعبه، وخاصه لما اكون انا بعيد عنها، قاعد عن 40 يوم بعيد عنها، فترات طويله جدا. فعشان كده انا اهديت يعني، صحيح ما قلتهاش في الخطبه الرسميه، لكن انا بقولها دلوقتي، بهديه طبعا لمراتي وبهديه لاولادي كريم واسلام وولاد كريم واسلام. قالت يا كابتن تتفق معايا اللي انا كنت غايب عنهم فترات طويله. قالت لي جالك عروض كتير وانت قالت لك سيب المنتخب، وانت لا منتخب مصر هو منتخب مش هسيبه. مصر ما تسيبش مصر ابدا. تتفق معايا كابتن حسن، المدرب اللي حط منتخبه تاسع و10 عالم اتظلم ان هو يتحط ال 14، المفروض يبقى في التوب 10. لا ما مش عاوز اتكلم على الظلم، لو اتكلمنا على الظلم هنتكلم على حاجات كتيره حصلت قبل كده كان فيها ظلم، لكن انا بقول الحمد لله، دايما اقول الحمد لله. اخيرا كلمه الناس اللي كانوا بينقضوك في عز الازمات دلوقتي تقول لهم ايه وانت في عز النجاح؟ معلش، ما هو هم لهم الحق زي ما قلت قبل كده، لهم الحق، لكن لهم الحق في النقد، بس ما لهمش الحق في التجريح. وده اللي هم جرحوا فيك جامد قوي، ده اللي انا بزعل فيه. هو بينقد دي ما فيش مشكله، انقد بس ما تجرحش. طريقتي مش كويسه، انقد اللعيبه، انقد الناحيه الفنيه، انقد اي حاجه، لكن انك تجرح في شخصي هو ده استغل الفرصه اللي انا برفضه تماما. استغل الفرصه دي يا كابتن حسن، ومع حضرتك وانا طلبتها منك اكتر من مره، يبقى التواجد الاعلامي في المنتخب وبعد الماتشات، يعني حضرتك او احد الجهاز الفني مع 3 لاعبين يتكلموا معاك. هقول لحضرتك احنا بنعمل الكلام، وبعدين برضو بيطلعوا يقولوا ان احنا رفضت الاعلاميين وطردت الاعلاميين وبتاع، يعني انا مش عارف اعمل ايه. انا عملت معاكم كل حاجه، فتحت وقلت نقعد قاعده ونشرب شاي ونتكلم في الكلام ده، ما نفعش. قلنا طب نفتح يوم للاعلاميين من خلال المعسكر، برضو طلعوا حاجات كتيره واحنا رفضنا، وانا قلت لهم ناس معينه بس اللي تتكلم والناس. فهي العمليه عمليه ان انا عاوز الاعلاميين لازم يكونوا صابرين علينا ازاي؟ احنا بنحدد ايام، عاوزين يبقى شيء بس من التنظيم بعد الماتشات، شيء من التنظيم. لا يعني في كل تجمعاتنا، احنا دايما في كل تجمعاتنا نعتبر شيء من التنظيم، هو ده اللي هيوصلنا